السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي واخواتي الاعزاء، معكم اخوكم في الله محمد بركات. ان شاء الله هنبدأ في اولى حلقات قناتنا النهاردة. فطبعا القناة انا هنتكلم فيها ان شاء الله بعد كده في الحلقات اللي جاية ان شاء الله لو لنا عمر في حاجات كتيرة، بس انا حبيت ابدأ في موضوع موجود في عندنا كلنا في كل بيت مصري. طبعا بيحصل من ضغوط الحياة والظروف اللي احنا فيها، وبيحصل برضو من وراء الابتلاءات اللي من عند ربنا. دايما يا جماعة اللي ربنا بيحبه دايما بيبتليه. في ناس بتبقى فاكرة اللي دايما يقول يا رب انت اشمعنى انا يا رب يا ربي ليه ابتلتني. لا، ده يعتبر شرك بالله، لان دايما المؤمن مبتلي، لان دايما ربنا بيحب حد بيبتليه عشان دايما يسمعه يقول يا رب. ففي 5 حاجات لازم نعملهم ان شاء الله، المفروض كده كده نعملهم، مش لازم اللي ربنا يبتلينا عشان نعملهم. بس لما تبقى مبتلي او عندك هتوصل لحالة اكتئاب او عدم الشغف للدنيا او مش فارق معاك حي زي ميت. طبعا الاحاسيس دي كلها بتوصل لغالبيتنا. نواظب على 5 حاجات يا جماعة، أذكر نفسي وإياكم بها. حاجة كده زي روشتة دايما نعملها. أول حاجة الدعاء. دايما النبي صلى الله عليه وسلم نقتدي به، هو قدوتنا. كان لما ربنا بيبتليه كان دايما يدعي دعاء معروف، المفروض معروف لنا كلنا، بس احنا يعني من ضغوط الحياة زي ما قلت لحضراتكم بننسى ندعيه. ألا هو ايه؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. الدعاء ده مهم يا جماعة، لازم نقوله على طول في كل صلاة وفي كل أوقات. الأمر الثاني أو الحل الثاني لعلاج الاكتئاب أو الكرب، إن كل واحد فينا يا جماعة لازم يقعد مع نفسه ولو مرة كل يوم. آخر اليوم لازم تقعد مع نفسك قعدة، بس لازم تكون قعدة صادقة، قعدة نفسية صادقة، تحاول معرفة فيها تراجع نفسك كل يوم انت عملت ايه النهاردة. ان كل واحد فينا عارف هو بيعمل ايه، عارف هو صح. كل واحد علاج نفسه، كل واحد علاجه في نفسه. لو انت قعدت مع نفسك كل يوم اخر النهار او بالليل قبل ما تنام، ربنا سبحانه وتعالى يصلح شأنك. بس لازم تكون قاعدة صادقة، تقعد مع نفسك تواجهها. انت عملت ايه، بتعمل ايه وحش، بتعمل ايه غلط، وتحاول تصلح الامور الغلط اللي فيك يعني. دي تاني حاجة. تالت حاجة يا جماعة التفاؤل. لازم تكون متفائل، ان التفاؤل من الايمان. ما تخليش الحاجات السلبية او الافكار السلبية تسيطر عليك، لان الافكار السلبية تعتبر من اسباب الاكتئاب. دي تالت حاجة. رابع حاجة انا بحاول اختصر لحضراتكم عشان مدة الفيديو. رابع حاجة والأهم، دايما قولك دايما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. المقولة دي يا جماعة مقولة مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن أنت لما تقولها، لما تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دايما لما تقولها بيرد عليك ربنا على طول، بيقول لك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجزي المؤمنين. فالمقولة دايما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين من أهم الدعاء، ومن الحاجات اللي هي بتعالج بيها الاكتئاب أو لما يجي لك كرب المفروض دايما تقولها. لأن دايما المؤمن هو من يرضى بقضاء الله وقدره. ما تندمش على أي حاجة فاتتك، لأن أي لو دخلة للشيطان. إزاي؟ وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، إن ربنا بيعملش أي حاجة ربنا بيعملها. ربنا لا يعمل شيئا إلا إذا كان خيرا لك، إلا إذا كان خيرا لك. خلاصة الكلام يا جماعة، المؤمن إذا علم المؤمن أن الدنيا هي جنة الكافر وسجن المؤمن وأنها دار ابتلاء، هان عليه ما يلاقي من العنت. وإذا تذكر لذة الثواب
نسي ما يجد من آلام. وإذا أصيب المؤمن بمصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها، أثابه الله عز وجل وأعطاه خيرا منها. فيا جماعة لازم نرضي الرضا. الرضا 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 هو مفتاح السعادة في الدنيا، والله الموفق.